السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور، واليوم سنسلط الضوء على هذا الخبر العاجل والمتعلق باستياء المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائري من مساعديه الجزائريين والمحيط المتعفن. رسمياً من مصادر مطلعة، بيتكوفيتش انصدم من مستوى لاعبيه واستغرب كيف أن هؤلاء يلعبون في أوروبا. بيتكوفيتش وثق في مساعدة الجزائري الذي اختار له أغلب اللاعبين في قائمة المنتخب. بيتكوفيتش رفض الحديث مساعدة الجزائري ومع اللاعبين. بيتكوفيتش أسر لزملائه السويسريين إنه سيطالب صادي بإقالة مساعده الجزائري الذي أعطاه معلومات مغلوطة وقائمة بأسماء لاعبين لديه سنوات لم يلعبوا مع المنتخب الجزائري وكانوا أقرب للاعتزال. بيتكوفيتش استغرب أيضا من غضب الدوليين الجزائريين منه أمثال بلايلي ومحرز وسليماني وشايبي واكد أن الكلام الذي قاله عنهم كان مكتوب في ورقة وهو كان يقرأ ما يكتبونه له. بيتكوفيتش أكد أنه يتحصل على معلوماته من داخل الاتحادية وأنه ما زال يجهل الكثير عن لاعبي المنتخب. بيتكوفيتش لو قمت بجولة أوروبية على لاعبي المنتخب أفضل من جولات التي ليس لها معنى داخل الجزائر وبين لاعبي البطولة المحلية. بيتكوفيتش سيقوم بثورة في المنتخب ويقوم بإقصاء لاعبين وإعادة آخرين في التوقف الدولي لشهر سبتمبر. بيتكوفيتش لن يمنح راحة للاعبيه غدا ويؤكد أن مباراة أوغندا هي مباراة حياة أو ميد بوت. نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري. كان معكم الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور. لا تنسوا الإعجاب بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء في موعد آخر مع خبر آخر.